مين حضرتك؟ مش ده تعبير حسام؟ هو حضرتك تعرف ماما منين وعايزها في ايه؟ ما تخافيش يا بنتي، انا حد كويس، ممكن تناديلي الماما. يا عمو كويس على دماغي وكل حاجة، بس ماما والله مش موجودة. بس حضرتك تقدر تقولي ممكن عايزها في ايه؟ معلش يا بنتي، انا مش هينفع اتكلم معاكي، يا ريت حضرتك تتصلي بماما وتجيبيها. يا عمو ماما في الشغل ومش بتيجي دلوقتي. لو في حاجة مهمة او في حاجة عايز تبلغها لها ممكن تقولي وانا هبلغها لها. يا بنتي يا ريت ينفع، ده انا جاي من مشوار بعيد قوي ولازم تكون هي. ممكن اي حد موجود عندك ممكن حتى تناديلي بيه. في الحقيقة أنا مفيش حد هنا معايا غير أخويا، بس أنا بصراحة أخاف أصحيه. لازم الأول أعرف فيه إيه وجاي عايز ماما في إيه، عشان أنا أخويا عصبي قوي، ولو حس إن الموضوع ملوش لازمة ممكن يتعصب عليك، فأنا مش حابة كده بصراحة. علي من صغره طول عمره عصبي. يا ترى بقى انت ليل ولا هدى؟ أنا ليل. بس هو أنت إزاي تعرف طبعنا وتعرفنا كويس قوي كده؟ وبعدين أنت عرفت منين إن علي أخويا عصبي؟ بس أنت شكلك مش غريب عليا. حضرتك من قرايب بابا أو ماما؟ سيبها على الله، هتعرفي كل حاجة قريب. بس يا بنتي دخليني، أنا راجل كبير. طب اتفضل يا عم. بس بقولك ايه، ممكن تقولي بس اي حاجة اعرف، بس اي حاجة. طب انت حد من قرايبنا؟ انا سألتك. يا بنتي بس ناديلي علي وهتعرفي كل حاجة. حاضر تمام، اتفضل. شكرا. اتفضل اخش اصحي لك علي، اتفضل. علي. يا علي. يا علي قوم، يا علي عايزاك. في ايه؟ قوم بس كده فوق، عايزاك. عايزه ايه؟ في ايه؟ في واحد غريب بره يا علي، وبيقول ان هو عايز ماما. اول ما فتحت له قال لي هو ده بيت عبير حسام، فقلت له اه حضرتك. قال لي انا يا علي انت مفوق للي انا بقوله لك؟ ايوه قولي. قال لي انا عايز ماما ضروري وفي حاجه مهمه. قلت له مفيش هنا غير علي اخويا. قام جاي قال لي طب خشي صحيه. قلت له بس هو عصبي، لازم اعرف في ايه الاول قبل ما اصحيه، عشان علي ما بيعرفش يقوم كده من النوم على طول. فرد قال لي ما انا عارف ان هو عصبي، بيتكلم كانه عارفنا بالظبط، بس شكله مش غريب عليا، حاسه ان هو من قرايبنا. ايوه يعني ايه عايز ايه؟ مش فاهم برضه. مش فاهم، هو عايز ماما، هو مستني ماما وعايز ماما ومصمم ان هو يقابلها، وانا دخلته وقلت له اخش اصحي لك علي. مالها ماما؟ واخده منه حاجه ولا في ايه؟ في ايه بالظبط؟ ما قاليش اي حاجه، زي ما بقول لك كده انا لازم اتكلم مع عبير. انا طب لازم وانت أتكلم بتدخلي ازاي؟ ما هو يا اخويا صر ان هو يخش ويقعد ايه يتكلم. صر دي ان هو يدخل؟ قال لي انا جاي من مشوار بعيد وراجل كبير ممكن ادخل يا بنتي، فدخلته وقلت مش في راجل نايم في البيت؟ مش تخليه واقف بره لما اطلع له؟ عندك حق، انا اسفه مش هتتكرر تاني، بس احنا هنقف نتكلم ونسيب الراجل اللي بره ده. انا بقالي ساعتين ما نمتش، طبق في الشغل، وجت صحيانه تقول اصل واحد عايز ماما مش عارف. ما رنتيش مش على يمكن امك في ليه؟ نسيبه؟ طب يعني هو انت مش الراجل بتاعنا؟ اه طبعا انت ما رنتيش على امك ليه؟ ما رنتش بقى، انا قلت اصحيك الاول بعد كده ابقى ارن على ماما اشوفها. ايوه يعني ما استفدتيش منه من اي حاجه خالص؟ ما رضاش يقول اي حاجه. شكله كده ليه فلوس. لا ما اعتقدش، الموضوع اكبر من كده، لان هو مصمم ان هو يشوف ماما. طب حضرتك مين؟ حضرتك قريبنا؟ حضرتك عايز حاجه؟ يقول لي لا انا عايز اشوف عبير. عايز اشوف عبير؟ عبير مين؟ عبير امنا هيكون. ايوه ما انا عارف، عايز اشوفها ليه وعشان ايه؟ طب احنا هنقف نسال نفسنا بقى يا ترى ويا هل ترى وهو قاعد بره؟ وقاعد؟ قاعد بره. لا حول ولا قوه الا بالله. عملت له شيء يعني ولا اي حاجه؟ ما عملتش حاجه، قلت له صحيح الاول. يلا بينا. طول عمرك ما تفهميش حاجه. هو اللي واقف هناك ده؟ ايوه ده راجل كبير. ايوه، ما انا بقول لك راجل كبير يا علي. اطلع يا علي، اطلع يا علي، صبرني يا رب على العيله دي. السلام عليكم. السلام ورحمة علي الله أخويا. وبركاته. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ازيك يا علي؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه؟ والله الحمد لله. ايه اختي بتقول لي ان انت بتسال على والدتي، في حاجه؟ يا ريت، ده في حاجات كتير يا ابني. اهو مساعدنا. يعني ايه حاجات كتير يا حاج؟ لو حاجة سهلة وكانت عدت، لكن اللي فيه كتير يا ابني. ايه بقى اللي فيه؟ لو اقدر اساعدك. مش تساله اسمه ايه الاول، هو منين وعايز ماما في ايه؟ يا ريت بس تتصل لي بالست ماما، وساعتها هتعرف كل شيء، لأن الموضوع مش كلمة وبس، امال ده ايه؟ الموضوع كبير. لا قلقتني يا حاج، كبير ازاي يعني؟ في حاجه حصلت طيب؟ ما هو يا ابني مش هقدر أقول لك، لأنك مش هتستوعب اللي هقوله. لازم أن تكون الست الوالدة موجودة، عشان هي عارفة كل حاجة. يا حاج انت قلقت اكتر، دخلت الفريق يلعب في عبي. في حاجه طيب؟ في مشكله او اي حاجه طيب؟ وانا احلها عادي، انا موجود اهو. ما قلت لك يا ابني فيه، بس اللي فيه ما تعرفش انت تحله ولا اي حد في الدنيا يحله،
اللي هيحله الست والدتك. لا انا مش هفضل واقفه كده، انتوا حرين مع بعض. اعملي طب اعملي شيء طيب يعني. ملوش لزوم يا ابني، انا هكلمها دلوقتي يا حاج. لان الموضوع اكبر من اكل وشرب وشاي والحاجات دي. يا حاج انت عمال تقلقني كل شويه ليه؟ في ايه؟ انت اسمك ايه يا حاج؟ قول لها عادل. عادل مين طيب؟ هي عارفه. عارفه؟ انت ايه الغاز يا حاج ده ولا ايه؟ ودي بقى يما. الو. ايه يما؟ انت فين؟ تعالي، في حد كده موجود اسمه حاج عادل كده، راجل كبير كده عايزك ضروري، او بيقول كلام غريب. اه طيب يلا بسرعه، الشقه بقى متاخريش. انا عايزه اسال سؤال دلوقتي، انت كلمت له ماما على اساس ايه؟ عشان يجي ونفهم ايه الحوار. طب ما تعرف اسمه الاول، هو منين؟ هو ايه الموضوع؟ هو انا مطلعاك عشان تقف ساكت يا بيقول علي؟ اسمه الحاج عادل، تمام؟ وافرض ده واحد جاي زي ماما. يا بنتي ده على سن احنا مش موجودين يعني، عبيطه انت. اللي زي ما يأذيش. يا حاج اتفضل بس خش اقعد، وهم والدتي زمانها جايه، واحنا هنشوف ايه اخر الحوار ده ايه، كله هيبان. هي يا ابني قالت لك هتعور؟ لا دي جنبينا، الشغل هنا قريب من هنا. يعني قريب مش بعيد. على امك والنبي. خش يا حاج خش. اتفضل يا حاج، اتفضل. حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ماما؟ ايه هدى؟ كويس ان انتوا جيتوا. اقول لكم ايه، تعالي. في ايه؟ في راجل جوه. راجل سأل عليك يا ماما. عليا انا؟ قاعد يقول انا عايز عبير حسام، عايز عبير. هو ده مش بتاع عبير حسام؟ طب انت مين يا عم؟ طب انت هنا يعني؟ ايوه يابا. مين ده اللي جوه سأل على ماما؟ مين ده ده؟ انا كنت هبهدلها لو هي لوحدها في الشقه ومدخله راجل غريب. لا طبعا. انا كنت قطعت رقبتها. بص يابا، مين ده؟ انا طلعت له راجل كبير كده بشعر ابيض. عايز ايه طيب؟ اسمه عادل. فبكلمه بيقول لي مين يا ماما عادل ده؟ مش اصبري هروح بقى نشوف يا اخوكي. اصبري استني. بيقول لي في حاجه ضروريه، بقول له ايه، لازم امك تعرفها. بقول له إيه؟ طيب ما انت تجيب سالفه من حاجة. حد فلوس؟ وانا من امتى بستلف من حد؟ انت اهدي بقى، خليها اتكلم. اتفضل يا علي. ايوه بعدين بقول يعني. له يا حاج طب ايه الموضوع؟ قال لي لا، ده لازم يبقى هي موجوده وانتوا موجودين عشان اتكلم. والله انا راجل البيت هنا. طبعا ياما انا بتكلم في حاجه مثلا احنا كان لنا ورث لاهلك ولا حاجه. لا يا ابني، ده احنا غلابه قوي. لا مفيش. مش يمكن. انا كنت بشتغل على الدراع وانت عارف كده كويس. يا ماما طب ومربياكم وكده. ممكن يكون من ناحيه ابويا، ايش عرفك؟ لا يا عالم، يمكن على العصر. يمكن ورث ويمكن فلوس. هو فين طيب الراجل؟ وانا خايف بس ان يكون يا في ماما حاجه انت ولا تعرفي حد؟ ماما تعرفي الراجل ده ولا تعرفي حد من ورانا؟ وانا شفت يا بنتي عشان اعرفه. حاج عادل راجل شعر ابيض كده وطويل. وطويل كده. يا ماما لو كنتي مثلا اتجوزتي وكده. لا ايه لا اللي بتقوليه ده؟ انا عمري ما اتجوزت. لا. امال مين ده يعني؟ انت مخلفه اتنين عبط ولا ايه؟ مش عارفه يعني ايه راجل جاي يسأل على امك؟ ما انا بحاول استوعبكم الصبح، في ايه يا جماعه؟ طب وهي الواحد تعرف- يسال عليا عيال وانا من امتى يا ماما؟ طب محدش عادي فيكم يعني. بقى يتكلم، تتكلموا ليه؟ انا بكلم امك دلوقتي. طب بس صلوا على النبي، صلوا على النبي. هنخش دلوقتي ونشوف الموضوع ده فيه ايه. يلا علي. طيب انتوا ما تجوش ولا انتوا رايحين؟ ليه لا ييجوا يا ابني. لا احنا هنيجي، عايزين نعرف مين ده ويعرف امنا ليه. ييجوا عشان نعرف. يلا بينا. تعالى بس يلا. تقابليهم يا عادل. مش عارفه يا بنت مين. ايوه يا حاج عبير. عادل بيه، انت عامل ايه؟ عادل بمين؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عبير؟ زي ما انت. عامل ايه؟ في وحشني قوي. اصبروا يا بنات بس. ايه يا حاجه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب. عرفت سكتي ازاي؟ الحمد لله. والله منورني. انا بجد مش عارفه اتكلم من الفرحه والمفاجاه. وانا انت اخبارك كمان. ايه وعامل ايه وفينك؟ يا سلام، انت بنت اصول. انت والله اللي ابن حلال وكويس. هو في انا عايز افهم الانسانه إيه يا العظيمه عادل؟ اللي زيك. رحبتوا ببعض؟ وتعرف ايه يا علي؟ بس بقى اهدوا يا بنات، في ايه؟ ايه يا علي؟ انا بشكرك ايه يا يا عبير. عادل؟ ده الحاج عادل ابو جمل. ماله؟ بتاع فيلم ده الخطايا يعني ولا ايه؟ المفروض احنا نعرف. احترمي نفسك وبلاش لسانك الطويل ده. امال مين ده يا ماما؟ ده امسك ايدك ليه اصلا؟ ده الحاج عادل ابو جبل. ناس الست- كبارات قوي. الست انا دي- كنت شغاله عندهم. الست دي عظيمه. انا كنت شغاله عندهم شغاله. ماشي، كنت جاي هنا ده ليه؟ معناه انك تمسكي ايده كده. انا اسف يا اولاد اني مسكت ايدها، بس الست دي عشرة طويلة قوي. الست دي انا حملتها امانة وحافظت على الامانة. انتم ما تعرفوا اللي بيني وبين الست دي. الست دي عظيمة قوي، اللي بيني وبينها حاجة كبيرة قوي ما تتقدرش ولا بكنوز الدنيا. عشان كده اتجرأت ومسكت ايدها. 10 سنين، سنين طويلة قوي. ولا ايه يا عبير؟ هو يا جماعه صح اللي بيقولوا،
وانت نورت الدنيا يا عادل. مش عارفه اقول لك ايه. هو يا جماعه هو اتكلم في امانه، والامانه دي غاليه عليا قوي، وانا مش عارفه اعمل ايه. وحتى لو عرفت الامانه دي انا مش هقدر افرط فيها. ايه يما الامانه؟ وعمالين تتكلموا بالالغاز. انا عايز افهم في ايه بالظبط كده. انت تقولي كلمه واقول كلمه واحنا واقفين طراطير مش فاهمين حاجه. ما تقولي يما في ايه؟ طب يا عادل بيه، هتقولي انت ولا اقول انا؟ بص يا ولادي، أنا من 25 سنة كنت شاب طايش عايش حياتي وعايش في قصر مع والدي الباشا، وحبيت بنت من اللي شغالين خدامين عندنا، بنت جميلة وطيبة وبنت ناس. حبيتها، خلفت منها 3 أولاد. بعد ما خلفت 3 أولاد جدك الباشا عرف وقال ازاي ابن البشوات يتجوز واحدة خدامة ويخلف منها. اضطر خدني، حبسني وحطني في قصر سجن، زنزانة ما اطلعش منها العمر كله. يبقى من قصر لزنزانة. صعبت عليا نفسي، لقيت ست عظيمة وبتحبني وبحبها وتعرف ربنا كويس. سبت ولادي ال3 معاها واتحبست. ام الاولاد دي بعد ما اتحبست معرف ماتت ولا عايشه، كانت ست عظيمه. الاولاد دول يبقى انتوا والست العظيمه اللي ربت. عبير دي مش امكم، عبير الام اللي ربت، الام الامينه اللي حافظت 25 سنه على الامانه. أنا كنت ببعتلك في البيت اللي أنت فيه 5 سنين، أبعتلك لحد ما لقيت المرسال اللي قال لي مش لاقيها. خدت الأولاد ورحت فين يا عبير؟ أنت ست عظيمة ربطيهم ما شاء الله أحسن تربية. أنا مش عارف أكفيك إزاي وأقول لك إيه ولا إيه. دول ولادي عادي، وأنا نقلت في بيت أكبر عشان هم كبروا وبقوا عيل. احنا مش ولادك؟ لا انتوا ولادي. يعني انت مش امنا؟ لا انا امكم. يعني ايه الكلام ده؟ لا انا امكم. هو ايه اللي بيقوله ده؟ وانا مش قادره استغنى عنهم يا عادل بيه، والنبي يا عادل ما تاخدهمش مني. بصي هو بيتكلم بيهزر صح؟ ده هزار انتوا عاملينه صح؟ لا فعلا ده هو ابوك. انت جاي تلخبط لنا حياتنا؟ اسمعي بس يا ليل احترمي ابوك يا ليل. يا ليل، عيب، دي تربيتي ليكي. يعني انت احترمي ابوك. الموقف مش قابل لأي هزار. يعني انت علي اتكلم يا ابوك يا علي. علي. ابويا ازاي؟ ابوك يا هدى. أنا مش جاي أقول لها أنا كنت سايب عندك أوراق ولا فلوس. أنا سايب أمانة، سايب روحي، قلبي، حياتي، حتة مني. وسبتنا ليه ده كله؟ ما هو غصب عنه. لما احنا ده كله سبتنا ليه ده كله؟ احنا اتمرمطنا، احنا اتبهدلنا من غير اب في الدنيا. ليه يا هدى؟ شباب. ليه اتمرمطتي ليه يا بنتي؟ عايشتك كويس. فين ماما مش المرمطه؟ قصدها، لما لينا اب وعيش لي ما شالش همنا وهمك طب وانت ما قلتيش ليه؟ هو غصب عنه يا جماعه انتوا والله. ما غصب بتفهموش يا عنه. أولاد. ابو الباشا راجل جامد قوي، راجل جامد قوي. كان ده احنا يا شغالين كان بيبهدلنا. ما قلتلناش الحقيقه ليه؟ كانش اخويا ينفع. ده ذنبه ايه ان هو يعرف ان انت انتوا بتعملوا ايه؟ هي ايه؟ الست دي احسن ربكم احسن تربيه. انت عايزه كده عشان كده هتقول ايه؟ عندهم يعني؟ وانت جاي بقى النهارده ما تقول تقولناش لنا ان ليه؟ دي مش امنا وانت ابونا. جايين بعد ما كبرنا وداخلين على جواز، واللي فينا مخطوبه واللي فينا خاطب. ايه هنقوله للناس؟ ايه مين ده؟ ازاي يصلي لنا اب واحنا كبار كده؟ ابوكوا ده يشرفك. اتكلم يا علي. ابوك يشرف اي ده حد. يشرفك. ابوك باشا ابن باشا. عيب يا ليل الكلام ده يا ليل. ده ابوكي ده هنظهره ازاي للناس؟ يعني هنقول اصحى للناس الصبح ايه؟ اقول للناس ده ابويا؟ ازاي؟ الناس هيستقبلوها بس واحده واحده. وده حلم ده ولا حقيقه؟ انتوا مش والله ابدا. بيهرجوا بس يا عادل انا مش هسيب البنات دول عيالي، وانا اللي ربيتهم وتعبت وشقيت فيهم عشان خاطر يسيبهم لي. موضوع انكم ولاد الكبار لازم يعرفوا ما هم وما يعرفوا يكرروا، بس لازم تعرفوا ابوكم كان محبوس بسببكم. ابوكم كان محبوس عشان بحبكم. الباشا كان مع زنب. ابوكم كان محبوس عشان ما قدرتش افرط في امكم لانها حته من قلبي. طب واحنا ذنبنا ايه؟ وانا كمان ذنبي ايه؟ انتوا لعبتوا بينا.
يعني هو انتوا فاكريننا ايه؟ انتوا حقكم علينا، انتوا حاجة يا علي. انتوا اللي شلتوا الذنب كله. انا مصدوم، انا مش قادر اتكلم. والله يا علي يعني احنا دلوقتي المفروض ان احنا نختار نكمل مع عمنا اللي والله يا ربتنا، علي انتوا ولا ابونا اللي لسه ظاهر في حياتنا، والمفروض علينا ان احنا نقرر. قرر. مش انتوا اللي تقرروا، لا انا اقول لكم انتوا اللي تقرروا. الام اللي ربت ولا الاب اللي حب والظلم واتحبس عشان خاطر بيحبهم؟ بالله عليكم انا راضي بحكمكم عليا. اعملوا شير، خشوا على الكومنتات وادوا لكل واحد حقه. انا مش طالب الا حقي بعد 25 سنه. كل عام وانتم طيبين. السلام عليكم.